السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل لازانيا الفراخ، من الأكلات اللذيذة الحلوة اللي الكل بيحبها يعني. هنقول مقادير: معايا ربع كيلو صدور فراخ، معايا باكت لازانيا، معايا باكت دوت يعني هتخلصيه مش هتخلصيه على حسب ايه الصينيه بتاعتي. معايا كوب عصير طماطم، ربع كيلو مشروم. انا جايبه طبعا ايه المشروم اللي هو ايه، ما لقيتش الفريش فجايبه اللي هو العلب دي انا بفتحها وبغسلها، بحب اغسلها يعني. معايا فلفل، التوابل بقى: فلفل اسمر، 7 بهارات او توابل فراخ، معايا وجنزبيل. والصوص بقى ايه البشاميل. هنعمل صوص بشاميل رتل ونص لبن، لازم اللبن يكون ايه لبن فريش، لبن فريش. معايا رتل ونص لبن. لتر ونص لبن كتير؟ لا مش كتير، عشان الصوص بتاعها بيبقى خفيف ويكون كامل الدسم، لبن يعني حلو. 5 معالق زبدة، 6 معالق دقيق. معايا كريمة طهي او معيش كريمة طهي، انا معايا القشطة بتاعت اللبن. فلفل اسمر، فلفل فلفل حراق ده هحطه او بارد للي هو الايه الفراخ. ربع كيلو، ربع كيلو اللي هو ايه جبن. انا طبعا عامله ميكس جبن بالموزاريلا والايه والشيدر. خلاص كده دي مقادير ايه اللي ودي مقادير اللي ايه الصوص بتاع البشاميل. نيجي بقى على ايه على العمايل. دلوقتي حطينا في طاسه على البوتاجاز، هنعمل ايه؟ هنشوح الفراخ. معلقه زيت، معلقه زيت واحده، ماشي. وهنحط ايه بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، لازم الطاسه تسخن، لازم الطشه دي نشوحها كويس قوي لحد الايه لونها يغير، علشان ما يبقاش فيها سوائل تعمل زفاره. طبعا انا غسلاها كويس قوي قوي، وايه واحط معاها ايه في شويه خل وميه برده، لازم تتغسل حلو قوي قوي. خلاص لونها ابتدى يغير، احط التوابل: جنزبيل، فلفل اسمر. ما عندكيش توابل فراخ حطي توابل لحمه او 7 بهارات. خلاص كده نبتدي بقى. هو خلاص كده مفيش ميه نازله. ازاي مفيش ميه نازله؟ كده دليل على ان احنا ماشيين صح. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الفلفل، وهنحط ايه تاني بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الملح، وهنحط الجزر. هي اكله اقتصاديه يعني، ربع كيلو فراخ. وهنحط البصل، بصل مبشور، وهنقلب كده ثواني. الاكله ايه خلاص يعني ديت. لو انت بقى ايه مستعجله ومش عارفه تعملي ايه، تروحي على طول عاملاها. ممكن تعمليها وتسيبيها على انك تسويها، يعني تجهزيها وقت ما تعوزوا تاكلوا هتروحي مسوياها. خلاص كده انتهت الايه. نعمل بقى صوص ايه البشاميل. خلاص احنا كده خلصنا الفراخ، هنعمل صوص البشاميل. يا حبايب مش تقولوا لي لسه حطيتش المشروم. ادي المشروم. طبعا انا قايله لكم المشروم ده ايه معلب، انا شلته من العلبه وشطفته. لو في قطعه كبيره كده ممكن نروح ايه
عاملينها بالسكينه يعني. انا طبعا ما قطعتش معاكم الفيديو خالص اهو. نروح عاملينها كده ايه بالسكينه قطع كبيره كده اهي بس كده. وهنحط طبعا الطماطم. انا عماله اقول ايه ده، هي الاكله خلصت بجد. الاكله يعني اهو خلاص كده. المشروم خلاص قلبنا المشروم، لازم يتشوح كويس اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنحط صوص الطماطم. فين صوص الطماطم؟ بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي صوص طماطم، علشان هي لازم يبقى فيها صوص كده، علشان اللازانيا هنعملها نيه. احنا هنعملها نيه لان احنا مش هنسلقها. السلق ده يا جماعه والله بيخلي الحاجه كده، وبتعجن على فكره لما بتتسلق بتلزق وبتعجن. بس خلاص بتغلي هي. انا مش هسبكها انا بس كده يعني ايه، هيبقى فيها صوص. نيجي بقى نعمل صوص ايه البشاميل. دلوقتي هنعمل صوص البشاميل. هنعمل ايه؟ حطينا برضو حله على النار، حطينا السمنه تسيح بس كده. نحط الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق بس ايه ريحته تروح، انا مش عايزه لونه يغير، انا عايزاه بس ايه ريحته تروح كده، يبقى خلاص استوى، علشان ما يبقاش طعم الدقيق في قلب الاكله يعني. خلاص كده. نعمل ايه بقى؟ نحط اللبن. خلاص اللبن لازم يبقى فريش. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص هو ريحته ايه، لا اللون بتاعه بقى مدي الاصفار بسيط كده. نحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب. انا بقى هفضل اقلب فيه ونحط التوابل، فلفل اسمر وملح. افضل اقلب بقى لحد ما ايه الصوص يتقل، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. واحط طبعا ايه حته قشطه فين في البشاميل. احط حته قشطه في البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. دي قشطه ايه؟ قشطه اللبن. بشيلها من على وش اللبن وبايه بجمعها كده بس كده. هفضل اقلب بقى لحد ما يتقل. انا مش عايزاه يتقل قوي. خلاص كده صوص البشاميل انا عايزاه ايه، عايزاه خفيف. عايزاه ايه خفيف، عايزاه بالثوم كده. خلاص كده هطفي ونبتدي بقى ايه نحضر نجيب بقى الصينيه او البايركس، اي طاجن اللي هتعملي فيه. دلوقتي بقى احنا ايه جبنا الصينيه معانا اهي ايه، وهنبتدي بقى ايه نحضر نبتدي بقى نجهز. هنعمل ايه؟ هنحط ايه شويه صوص بشاميل. لازم الخطوه دي نحط شويه الاول ايه صوص بشاميل. شايفين الصوص خفيف ازاي؟ هو يبقى كده. نجيب بقى اللازانيا. نجيب اللازانيا بتاعتنا اهيت. نفتح العلبه. نحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم. نرص بقى كده. هو الطاجن بتاعي مش كبير. خلي بالكم ان اللازانيا ديت بتفرد يعني. لا هو نجيب واحد كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. نكسرها شويه يعني على قد الايه الطاجن بتاعي. نحط شويه جبن. نحط الاول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الاول شويه بشاميل برضو. خلي بالكم عشان البشاميل ده هو اللي ايه هيسوي ان عندنا ان هي نيه مش مستويه. ونحط شويه من الخلطه بتاعتنا.
كده، ونكمل بقى الطبقات كلها بالطريقة دي. ماشي، نحط شوية ايه جبن، ونعمل برضو نفس الحكاية. ادي واحدة وادي واحدة ودي واحدة، طبعا كبيرة هنقسمها من كده. المهم حتى لو هي مكسرة مفيش مشكلة، هي هتستوي كلها في بعضيها كده اهيت. وبرضو نحط نفس الحكاية بشاميل، هنفضل نكرر الموضوع ده كده. ونحط برضو ايه شوية من ايه، شوية من الايه الصوص بتاعنا الحشوة يعني. وده الشكل النهائي للازانيا، وقعدت ساعة الا ربع في الفرن. ما اقولكوش على ريحتها بقى وجمال ريحتها بجد. طبعا انا هقطع لكم حتة، بس هي لسه بقى سخنة، ما اقولكوش لسه طالعة حالا من الفرن. دلوقتي انا قطعت حتة اهيت، عايزة اوريها لكم بقى ايه، ما اقولكوش بقى على جمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ شايفين الجبن؟ شايفين المشروم والجبن؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طعمها خطير، خطير بجد. نهاية جبن كده وجميل. ده عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.